تدخلت أطراف من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونظيرتها الجامعة الكونغولية للعبة من أجل طي صفحة الخلاف القائم بعد الأحداث التي أعقبت المواجهة بين المنتخبين لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس إفريقيا للأمم هذا. ومن المنتظر أن تنهي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تحقيقها حول واقعة الصدام بين شانسيل مابيمبا عميد منتخب الكونغو الديمقراطية والناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي قبل الإعلان عن قرارها النهائي. جامعة الكرة المغربية تحاول بشكل كبير إصلاح المشكل القائم، خاصة بعد أن الموضوع تطور إلى اتهامات بالعنصرية ضد مدرب الأسود الأخير الذي بدوره سيتم الاستماع إليه بعد المباراة المقبلة أمام منتخب زامبيا المرتقبة غدا الأربعاء. هذا وأشارت بعض المصادر أن موبيمبا معرض لعقوبة توقيف ل3 مباريات، فيما سيعاقب وليد الركراكي والمهاجم يوسف النصيري لمباراة واحدة استناداً لتقارير مراقب المباراة وبعض أشرطة الفيديو.